مميتة يا ولاد اللذين. عاملين ايه؟ الحلاوة دي غرقانة يا جدعان يا خرابي. بصوا يا جماعة، ما كانش ينفع بقى ما نعملش الفطار الفرنسي. بصوا بقى، احنا بعد ما عملنا بقى فطار البلاد، احنا عملنا يعتبر لحد دلوقتي حوالي 4 فيديوهات في السلسله دي، فجي بقى الوقت ان احنا نعمل الفطار الفرنسي يا جماعه. بقى احنا فطرنا فطار حرش، فطرنا فطار بلاد مختلفه كتير، فجي بقى الوقت ان احنا نفطر ايه، كرواسون وحاجات ايه اللي هي الناس بتحبها. ويا جماعه الفطار ده ما تعرفوش بالنسبه لي عيش قد ايه. السلسله دي اصلا يا جماعه ما تعرفوش انا بحبها قد ايه، اصلا بتعرفكم ايه ثقافات مختلفه باكلات مختلفه. تعالوا نشوف كده جبنا ايه. وطبعا بقى ما ينفعش كل البيكرز دي من غير بقى ايه كابتشينو. تعالوا نبدا بقى باول حاجه يا جماعه، وهو ايه الكرواسون. بصوا بقى ده ايه بلين كرواسون، شكله يا جدعان تحفه. كرواسون بقى يا جماعه يعني ايه تعملوا ديبنج كده في كابتشينو. العجينه يا جدعان حلوه قوي، شايفين الليرز بتاعته كلها عامله ازاي؟ العجينه تحفه، واخد زبده، طعم الزبده باين فيها قوي. كمان الكرواسون بيقرمش من بره شويه، وطري من جوه. بين كرواسون يا جماعه ملوش حل. تعالوا ندخل بقى ايه على تاني كرواسون، وهو بقى الشوكليت. اول كرواسون ده يا جماعه كان عامل 70 جنيه، الشوكليت ده بقى عامل 90 جنيه. يا خرابي على الحلاوه، شكله يا جماعه تحفه. بص بقى من ورا عامل ازاي، يا خرابي غرقان شوكليت. اركنوا كده على جنب يا جماعه البلين كرواسون. ويا جماعه الكرواسون الشوكليت تحفه، يا خرابي. ايه ده؟ دي بص دي على بق واحد. بصوا يا جماعه الشوكليت اللي جوه هتحسوا ان هو ايه دارك شويه كده، في سنه مراره. غرقانه يا جدعان شوكليت يا جدعان. انا اتغرقت شوكليت. تحسوا كده الشوكليت اللي فيها ايه قالب على دانون شويه، الشوكليت فيها تحسها كريمي قوي، فاهمين؟ تعالوا بقى على ايه كرواسون بيستاشيو. بيستاشيو ده يا جماعه عامله 130 جنيه. يلا بينا نجرب بسرعه عشان هي ايه بهدله. كمية البيستاشيو اللي فيها محترمة، هي غرقانة بيستاشيو حرفيا. بص بقى دي بداية تحفة. تعالى كده على ايه بقى، تعالى نطلعهم كلهم كده. يا خرابي على الشكل، شكلها خطير وشكلها تحفة. اوبا ايه الحلاوة دي يا جدعان، شكلهم تحفة. شكلها يا جدعان ملهاش حل. دي يا جدعان دانش راسبيري، بصوا شكلها عامل ازاي، دي تحفة فنية، دي حرام تتاكل. يا خرابي دي اسمها ايه قنبله بجد، هي اسمها كده اصلا، هي غرقانه لوتس. ايه الحلاوه دي، ايه الطعمه دي يا جماعه. بريزنتيشن الحاجه تحفه بجد. تعالوا نبدا اول حاجه بان سويس شوكليت، عامله 140 جنيه. يلا بينا ندوق بسرعه بسم الله. عاملين ايه؟ طعمها جامد، بس مقارنه بالحاجات اللي احنا جربناها قبلها، اللي قبلها يا جدعان ملهاش حل. تعالوا نجرب بقى اللي هي بالبيستري كريم. بص دي شكلها خطير. بصوا هو مبدئيا كده يا جماعه المكان ده ياخد 10 من 10 في البرزنتيشن بتاعه. بسم الله. اللي بالبيستري كريم دي يا جماعه تحفه، احلى من اللي بالشوكليت بكتير. الشوكليت تحسها ناشفه قوي، دي البيستري كريم فيها جامد، مطريه قوي، مش هتحسها ناشفه. بصوا هي دي بقى كده عجينه الدنش دي لوتس، يعني انت اول وهله كده تقول عليه بيستاشيو، بس هي دي لوتس. نقسمها كده النص. قفشتك. الشكل ده بالعجينه دي اول مره اجربها. عجينه بس مشكلتي معاها تحسها ناشفه قوي، مع اللوتس كمان متقلها اكتر، مش مطريها. بس هي لو صوص تاني كان هيطريها شويه، فاهمين؟ تعال ندخل على الشوكليت دي، انت تشوفها تقول ستروبري، هتبص لها كده هتلاقي ان هي شوكليت، لازم تتفتح كده. بصوا شايفين الشوكليت اللي جواها ايه ده؟ ايه ده يا ولاد اللذين امال فين؟ تعال نفتحها تاني كده. ده بصوا هي فيها ايه حاجات بسيطه من الشوكليت. الصراحه ما عجبتنيش خالص، ولا هي ولا اللوتس. العجينه اصلا مش حاسسها فريش قوي، فاهمين؟ الاثنين اللي جربناهم دول يا جماعه عاملين 200 جنيه. بصوا بقى دي دانش راسبيري. الدانش ده يا جدعان تحفه، الراسبيري طعمه خطير. اخر حاجه يا جماعه وهي الدانش بوم. بصوا انا عايز اقول لكم ان انا اصلا كنت مبطل سكريات بقالي فتره، فما بالكم بقى ان انا مثلا قعدت حوالي مثلا شهر ولا حاجه، ولا مثلا حوالي 25 يوم مش باكل سكريات خالص نهائي. اجي بقى اكل كل السكريات دي، فالموضوع يا جماعه انا عايز اقول لكم ان انا دخت. بصوا شكلها، عايز اقول لكم ان هي تقيله قوي، غرقانه لوتس. شكلها يا جدعان مميت. بسم الله. يا نهار ابيض يا جدعان، مميته.
مش قادر يا جدعان بجد، انا جالي هبوط. بس كده يا جماعه، دي كانت تجربه بقى الفطار الفرنسي. الصراحه يا جماعه الفطار خطير، بس في كميه سكريات دخلت جسمي المره دي مميته. هو بس كده يا جماعه، اكتبوا لي بقى في الكومنتات بلاد تانية بقى نجرب الفطار بتاعها. هو بس كده يا جماعه، كان معاكم جو ناصر، سلام.